مش كل مرة بنضحك فيها بنكون كويسين. أحياناً بنضحك علشان نهرب، وعلشان كده كل واحد فينا بيوصل لنقطة بيلاقي نفسه واقف قدام مفترق طرق. لما الدنيا بتصعبها علينا، يا ترى نهرب وندور على أي حاجة تبسطنا بسرعة، ولا نقف ونواجه؟ وهنا هنحاول نفكك الصراع الأبدي ده، ونشوف إيه تمن الهروب وإيه هو الطريق الحقيقي للراحة. لكن هنا هنسأل سؤال: مين فينا مش عايز يرمي مشاكله ورا ظهره ويدور على لحظة صفا، لحظة انبساط تخليه ينسى؟ ومن هنا بتبدأ الحكاية كلها. بس هنا بقى لازم نقف ونسأل نفسنا: هل مجرد إن الواحد ينبسط شوية ده هو الحل الفعلي للمشاكل اللي بتقابله؟ يعني هل الهروب اللحظي ده بيحل الأزمة، ولا بيخليها تكبر في صمت وتتحول لوحش أكبر؟ خلينا نتعمق ونشوف. أول حاجة محتاجين نتكلم عنها هي الفخ ده. فخ بنقع فيه لما بنتلخبط بين السعادة الحقيقية والانبساط المؤقت. الانبساط ده ممكن يكون مجرد مسكن، مش علاج حقيقي أبداً. ولما الرغبة في الانبساط تتحول لأسلوب حياة، بنكون دخلنا في حالة اسمها الهروب اللانهائي. هنا الهروب ما بيبقاش مجرد رد فعل لمشكلة معينة، لا، ده بيتحول لعادة. بيبقى الواحد دايماً بيدور على أي حاجة تلهيه علشان ما يفكرش في اللي بيوجعه بجد. والأخطر بقى في عقلية الهروب دي إنها بتغير نظرتنا للأمور. يعني التفكير العميق في مشاكلنا اللي هو أساس أي حل بيتحول في دماغنا لحاجة مرعبة. فبدل ما نواجه، بنفضل محبوسين في منطقة راحة سطحية وهشة، مرعوبين من مجرد فكرة إننا نفتح أي موضوع تقيل. طيب، إيه اللي بيحصل لما نفضل نهرب؟ للأسف الهروب ده ليه فاتورة، وفاتورة غالية جداً. خلينا نشوف إيه هي العواقب اللي بنواجهها لما بنختار الطريق ده، وده هنلخصه في 4 نقط مرعبة. أولاً، بنعتمد على حلول وهمية ما بتعالجش أي حاجة. تانياً، بنتحبس في منطقة الراحة بتاعتنا وما بنقدرش نخرج منها ولا نتطور. تالتاً، بنحرم نفسنا من الوقت والمساحة اللي محتاجينها علشان نتعافى بجد. ورابعاً، ودي الكارثة الكبرى، بنفضل نضغط على نفسنا لحد ما نوصل للانهيار الكامل. وعشان نستوعب خطورة الموضوع أكتر، تخيلوا معايا كده إن الهروب عامل زي إنك قاعد في بيتك وفجأة جرس إنذار الحريق يضرب. طبعاً صوت الجرس مزعج جداً، فأول حاجة بتعملها إنك تطفيه. في اللحظة دي أنت كسبت هدوء مؤقت، بس الحريق لسه شغال وممكن يوصل لانفجار أو لانهيار مفيش منه رجوع. والمشكلة مش بس في علاقتنا مع نفسنا، لأ، عقلية الهروب دي بتأثر كمان على طريقة تعاملنا مع الناس اللي حوالينا لما يكونوا بيتألموا. وهنا بندخل في منطقة خطيرة اسمها الوصاية النفسية. يعني إيه وصاية نفسية؟ دي بتحصل لما شخص يقرر إنه هو كتالوج الحلول الصح، ويبدأ يفرض طريقة علاجه على الشخص اللي بيتألم من غير ما يسأل ولا يحاول يفهم هو محتاج إيه فعلاً. بيتعامل معاه كأنه روبوت محتاج إعادة برمجة، مش إنسان محتاج احتواء. والوصاية دي ليها أشكال كتير، زي إن الواحد يحتكر فكرة الصح والغلط، أو إنه يسأل سؤال مش علشان يساعد لكن علشان يهاجم، سؤال يدي لنفسه الحق إنه يحاسب ويلوم ويضغط، مع إن الشخص المتألم ده بيكون أصلاً أكتر واحد كاره حاله ومش محتاج أي حد يزود عليه اللوم. طيب، لو الوصاية هي المشكلة، إيه هو الحل؟ الحل هو فن الاحتواء الحقيقي، إن الواحد يعرف إزاي يقدم دعم بجد، مش مجرد نصايح محفوظة ولا فرض رأي وخلاص. والفرق بينهم عامل زي السما والأرض. الوصاية بتفرض وبتلوم وبتستخدم كلام ناشف، ومنطقها الوحيد أنا اللي صح.
لكن الاحتواء ده عالم تاني خالص، قائم على الفهم وعلى احتواء المشاعر وعلى إعطاء مساحة نفسية. والأهم من كل ده إنه بيحط احتياجات الشخص المتألم في المقام الأول. والموضوع ممكن نلخصه في خطوات بسيطة بس عميقة جداً. أول حاجة، اسمع علشان تفهم بجد مش علشان ترد. تاني حاجة، ادي للشخص وقته الطبيعي للتعافي من غير أي استعجال. تالت حاجة، اديله مساحته النفسية إنه يفكر ويحس براحته. ورابع حاجة، ودي أهم نقطة فيهم كلهم، ابعد تماماً عن اللوم والأحكام المسبقة. وهنا هنشبهه بمثال بيختصر كل حاجة. مساعدة شخص متألم عاملة بالظبط زي تفصيل نظارة طبية. ما ينفعش تديله نظارتك وتقوله البس دي أنا شايف بيها كويس قوي، لأ، لازم تاخده تكشفله وتفصله المقاس اللي يناسب نظره هو، حتى لو المقاس ده مختلف تماماً عن اللي انت شايفه صح لنفسك. وفي الآخر كل ده بيوصلنا لسؤال أكبر: إيه هي السعادة الحقيقية؟ وإيه هو التعافي النفسي؟ هل هو مجرد غياب المشاكل؟ الإجابة لأ. السعادة مش إن حياتنا تبقى خالية من التعقيدات. السعادة الحقيقية والراحة النفسية بتيجي من إحساسنا إن عندنا الشجاعة والقوة إننا نواجه المشاكل لما تظهر، مش نهرب منها. المواجهة هي اللي بتجيب السلام الداخلي، مش الهروب. وعشان كده خلينا نختم بتشبيه أخير وقوي جداً. الهروب من المشاكل علشان ننبسط عامل زي إن يكون عندنا جرح عميق، وبدل ما ننضفه ونطهره نروح حاطين عليه بلاستر ملون وشكله حلو. الشكل من بره يبقى لطيف ومبهج، لكن من جوه الجرح بيلتهب وبيكبر. وهنا هنسيب السؤال ده مفتوح للتفكير بعد ما شفنا الفرق ما بين الحل الوهمي والعلاج الحقيقي، ما بين الهروب والمواجهة، وما بين الوصاية والاحتواء. السؤال هو: كل واحد فينا هيختار يعالج جروحه إزاي؟ بالبلاستر